السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ مصريه. كل سنه وانتم طيبين. طبعا ترتيبات رمضان والسحور طلع النهارده الثلاث. ناس كتير قوي كانت بتحسب ان الاربع اول يوم رمضان. انا من ضمن الناس كنت عايزاه الخميس علشان كان ورايا حاجات كتير اعملها وكانت لسه ما خلصتش. قلت بقى لو بكره هتضغط قوي قوي، لكن ماشي الحال، يعني هنعمله ايه. بس هو الهلال ما ظهرش، وفلكيا رمضان الخميس. كل سنة وانتم طيبين. انا بقى بحضر الفول، ودي تالت مرة اعمل فيها الفول. عملت اليارا والروان مراتات ولادي، والنبي يا طنط اعمل لنا الفول. طيب اوكي. انا معايا نص كيلو فول بلدي بلدي. الحبة الجميلة دي تحسي كده ان شكلها اصلا جميل. ومش عايزة اقول لكم انا نقيته ولا حاجة، لا ما نقيتوش. الفول الفكرة دي آه، آه، مش الفكرة دي الفول ال- يعني مش بيبقى فيه بقى زمان. كان بيبقى فيه طينة، وبيبقى عشان كده غلا كانوا بيزودوه طينة وقشر وكده. بالأمانة زي الفل. وأنا متعودة اللي أنا بجيب منه الفول بتاع التدميس هو واحد بس، مش بغيره. تمام تمام. طب نعمل فيه ايه بقى الفول؟ طبعا فيديوهات الفول والتدميس مكسرة اليوتيوب. اللي بتحط دقيق، واللي بتحط لون، واللي بتحط بصلة، واللي بتحط تومة، واللي ايه يا جماعة. انا لسه كنت بتكلم مع منى اختي امبارح. قلنا هو احنا بنعمله بطبيعته زي ماما، زي ماما كانت بتعمله، يعني في ايه. دلوقتي ده نص كيلو، عايزه تعملي كوبايه تعملي كوبايتين حسب حجم القدره. طب انا هحط ايه على الفول؟ ومش بالمقدار، والله مش بالمقدار. بحط كده كبشتين عدس. ليه بقى بنحط عدس؟ انا اقول لكم دلوقتي انا هقول لكم دلوقتي ليه بنحط عدس وليه بنحط فول مدشوش. بيعتبر العدس والفول مادة ربط، هما بقوليات. العدس بيفتحه، والفول برضو المدشوش اللي هو مجروش من غير قشرة. بحط كده كوبشتين كوبشتين. حلو الكلام، كلام جميل. خلاص اهو. ايه المقدار؟ والله العظيم ما بعمل مقدار، هو مش كحك العيد عشان يبقى له مقدار. ده فول يعني بيتعمل بالفطره كده. تحطي ميه وتحطي شويه حاجات على الفول، تحطي ميه مغليه. وعلى فكره ممكن حد يتفرج على الفيديو بتاعي يقول كل اللي انت بتعمليه ده غلط، ده انت حتى مش نقعاه. لا والله عمري ما نقعته. منى اختي قالت لي انا نقعته مره، طلعت القشره دي تخينه. القلب ساب القشره والقشره بقت لوحدها لما اتنقع. عمري ما نقعته. جاي صح ان الفول يتنقع، بس انا مش عارفه علميا يعني لما يتنقع احسن ولا ما يتنقعش. بس انا على طول على طول حتى غير رمضان بعمله مش بنقعه. نغسله ونرجعه مع بعض. ادينا اهو غسلناه. احطه بقى في القدرة. تمام تمام. حطينا الكمية كلها اللي وريتها لكم في الفيديو، وحطيته في القدرة. غسلته 3 4 مرات كويس قوي. دي طماطمايه، عايزة تحطيها حطيها، مش عايزة لا ما تحطيهاش. بس انا بحط طماطم. يبقى حطينا على الفول عدس وفول مجروش وطماطمايه. والله بيحطوا عليها وعصرة ليمونة. وبحط القشرة، يعني بعصر الليمونة كده وبحط القشرة. بيحطوا دقيق وبيحطوا حاجات غريبة وبعد كده يضربوه بالهاند بلندر ويبقى عجينة. بس عايزة اقول لهم اسكتوا. بس كل دار وليها مدار. هحط ايه تاني بقى؟ مية سخنة بتغلي. اوكي. ريحة الليمون طالعة عليا جميلة. انا كملت لغاية هنا. تمام عشان لما يغلي. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هحطه على النار يغلي مع بعضه، وبعد كده هوطي عليه النار واحط دي عاملاها كده علشان ايه ما يفورش بره. ولما يهدى بقى خالص اروح عاملاها كده واوطي عليه النار زي ما كانوا بيقولوا كده سهرية. بسيط خالص. ومع يعني كل ساعة ولا حاجة اقلب، لان الفول والعدس بينزلوا تحت عشان نشويات. فانا بقلب، المفروض ما افتحش عليه، بس لقيت لما بقلبهوش بيلزق تحت.
فانا وانا بحط الميه بحط ميه مغليه، لما الميه تقل احط ميه مغليه، ضروري ميه مغليه. واقلب بقى بمعلقه كبيره كده، اجيب القعر يقوم ما يلزقش تحت، والنار واطيه خالص. كملي معايا الفيديو. دي تحضيرات سحور اول يوم في رمضان. تمام تمام، احنا حطينا الفول على النار. انا معايا كيلو دقيق، عايزه تعملي نص، عايزه تعملي 2 كيلو، انا بعمل كيلو دقيق. هعمله عيش للسحور. تمام. اعمل ايه بقى؟ رشه ملح، وادي الخميره اتفعلت. دايما دايما احب حتى لو انا عارفه ان هي طازه وان هي حلوه، بس شكل الخميره وهي فايره كده بيعجبني. ده كوبايه خميره وعليها كوبايه ميه، كوبايه ميه دافيه، وعليها معلقه سكر، معلقه خميره، مزودين الخميره شويه عشان الدنيا ساقعه. كيلو دقيق بياخد قد ايه؟ بياخد 3 مجات من ده. بس انا مش بنحط ال3 مجات مره واحده، بحط ادي واحده، احط كمان واحده، واخلي واحده جنبي احتياطي. هي طبعا هتاخدها بس حسب نوع الدقيق. طب عندي ايه تاني؟ عندي معلقه قشطه اللي هي وش اللبن. طبعا دي ما تحطهاش، تحطيها هي بالطعم. عايزه تحطي لبن بودر اوكي. نزلت طبعا العجينه على الرخام عشان تعرفي تعجنيها كويس. بصوا بقى بصوا الميه ما خدتش ال3 كوبايات زي ما بقولك. العادي الطبيعي الدقيق العادي في اوقات كتير بياخد مني 3 كوبايات، لكن ده الدقيق دوت ما خدش ال3 كوبايات. بصوا شبطانه في ايدي ازاي. انا مش عايزه العجينه يابسه، مش عايزه العجينه ناشفه. كل ما كانت العجينه معاكي طريه كل ما كان العيش يبقى طري وخص كده. شوفوا بقى لازقه في ايدي ازاي. اكمل بقيه لم العجينه، وهتلاقيها سابت ايدي لوحدها من غير ما احط دقيق ولا اي حاجه. بس خلي بصي، شايفه الحركه دي اهو كده. ده احلى احساس في الدنيا، احساس العجين ده احسن احساس. بس بيوجع الكتاف ويوجع الرقبه، بس عشان نطلع حاجه مظبوطه. الم الدنيا وارجع لكم. اهو بصوا اتلمت ازاي، هي طريه. انا هعمل ايه بقى؟ افردها كده واحط معلقتين زيت او معلقه، مش كتير. ادي كده عجنا العجينه ولمت معانا. وبصي ايدي كانت مليانه عجين، طبعا لسه فيها حاجات بسيطه بس سابت ايدي خلاص. تمام تمام. نعمله ايه بقى؟ نحطها في البوله بتاعتنا واعمل لها نغزتين عشان لما تخمر النغزتين دول هيروحوا. دايما انا واخده الحكايه دي من ماما، ما اعرفش ليه. فوطه نضيفه بقى كده اغطيها. تمام تمام. احطها بقى فين؟ احطها جنب قدرة الفول على البوتاجاز عشان تاخد منه وتخمر بسرعة. تمام تمام. حطيت ال البولة جنب قدرة الفول. بصوا بقى، مع ان الدنيا ساقعة عندنا في اسكندرية نعمله كده، الحركة المشهورة اللي انا بحبها قوي يعني. ابتدي بقى اقطع العيش كده بالحجم ده، حوالي مش عارفة قد ايه، 100 جرام. طبعا احنا مش هنعمل بالعيش بالجرامات، لكن نوزنها كده لان انا بعملها كلها. يا سلام عليك يا بنتي يا اموله. بصوا
مش عارفه باينه ولا لا. 101 جرام. الواحد ايده ميزان والله. ماما دايما كانت تقول لي ايدك ميزان، ايدك ميزان. نعمل كمان واحده معاكم. العجينه هايله اهو كده بالشكل ده. طبعا اللي انا هقطعه اغطيه عشان العجينه ما تنشفش. اكمل ونشوف هنعمل ايه. انا قرصتهم كلهم. هبتدي باول واحده. هوريكم بس طريقه عشان فيها تكه، طريقه التشكيله ازاي او تبطيطه ازاي. انا بحط دقيق بسيط جدا جدا. تمام. بالنشابه بقى. لازم تقلبيها. لازم تقلبيها. دي التكه اللي بتخلي العيش يفصل من بعض، ولازم تقلبيها. اعمل مره كده ومره كده، لازم تقلبيها. تمام. انا طلعوا معايا 17 واحده. عايزه تطلعيهم 20، عايزه تطلعيهم 15، الحجم اللي انت بتحبيه، بس انا هعمل الحجم اللي انا متعوده عليه كده بالشكل ده. احلى عجينه واحلى عيش شامي ان شاء الله. اللي في الفرن اللي انتوا سامعينه ده قرص بالرده، بس انا ما صورتهاش. دي ملايه انا عاملاها للعجين، يعني ما بستخدمهاش في اي حاجه خالص. ملايه قديمه كده نظيفه، عاملاها للعجين. اكمل بقيه المقدار ونروح على البوتاجاز بقى نشوفه هنسويه ازاي. على فكره الفيديو ده انا عملته كتير جدا على القناه، بس هو زي ما تقولوا كده بقى روتين سنوي، ان انا لازم احضر جزء من السحور معاكم كل سنه. يتعاد عليكم الايام بالخير والسعاده والرضا، ودايما الى الله اقرب باذن الله. ادينا اهو حطينا دي تاني واحده. انا مش هستناها تعمل فقاقيع خالص خالص. لازم اقلبها قبل ما تعمل فقاقيع، لازم اقلبها. انا ههدي النار شويه. بصوا اللحظه الحاسمه اللي بتتمناها كل واحده بتعمل عيش. شايفين الارتفاع؟ متقلقيش خالص طالما عجناها كويس والخميره شغاله، متقلقيش. بس انا هديت النار عشان ما ياخدش لون جامد. اعمل معاكم كمان واحد. قبل ما يعمل فقاقيع اقلبهم. الوك ديت او الطاسه او بتاعه الكريب دي انا ما بستغناش عنها. هي استهلكت قوي من كتر ما بستخدمها. بسخن عليها كل حاجه الحقيقه عشان ما عنديش في مايكروويف. مش قلقانه ابدا. اقلبي. برضو النار عاليه سيك، هقللها كمان حبه. بصوا اللحظه الحاسمه. مش بعمله في الفرن ولا حاجه، بعمله على الطاسه. ممكن تعمليه في صينيه، بس يعني صينيه ما تكونيش عايزاها لانها تستهلك. بصوا القمر والجمال. اكمل الكميه كلها واشوف الفيلم. بصوا بقى يا حلوين، انا طولت عليكم الفيديو جدا جدا، وهو الفول دخل في التسويه. بصوا لونه
بصوا لونه، بصوا الميه لونها عامل ازاي اهو. هو خلاص فاضل له كده زي ساعه، هصلي الفجر واطفي عليه. حلو الكلام، كلام جميل. وهزوده ميه كمان، هزوده ميه بتغلي. انا بخليه لغايه هنا كده. تمام تمام. يبقى احنا كده خلصنا الفول. هتشوفوه معايا بقى في السحور. بكره ممكن اعمله وممكن لا. هيبرد خالص واعبيه في اكياس واحطه في الفريزر. كل يوم اطلع كيس نتسحر بيه. تعالوا بقى معايا اوريكم العيش الرهيب. بصوا بقى جمال العيش. بصوا يا ولاد، بصوا يا ولاد، بصوا الرغيف كله كله كله. بصي عايزه اقول لك ملحوظه، اوعي تحاولي تخرميه، اوعي يتخرم منك، مش هيقب. في واحد هنا، في واحد مقبش معايا علشان اتخرم. الواد احمد بقى جه من بره لقاني عماله ريحه الشقه كلها عيش، راح واخد وبيحب ياكله حاجه. بصوا عامل ازاي، ولا الهوا، اجدع من اجدعها فرن. آه طيب وليه وجع دماغ وادمس الفول واخبز العيش؟ ما انا اجيب عيش وخلاص. لا، انا ما اكلش عيش الفرن الكرتون ده ابدا، ومكمكم ومش بدقيق. والفول بيبقوا حاطين عليه دقيق ولون وكيسه يعني احط حاجه سخنه في كيسه، في كيس نايلون، ده غير صحي بالمره. فانا بشتري صحتي يعني للامانه. بعمل العيش، ما بحبش العيش بتاع بره خالص. بعمل العيش في البيت وبدمس الفول. النهارده كنت راكبه المشروع فقالوا ده رمضان يوم الخميس، فانا قلت ايه، طب كويس علشان الحق ادمس. راح سواق المشروع قال لي ايه يا حاجه، هو لسه في حد بيدمس؟ اديني باخد كيسه وانا مروح. قلت له لا طبعا انا ما اعملش كده، انا لازم بدمس الفول ليا ولولادي. ودي بتبقى حاجه نظيفه وجميله. ودي يعني طقوس رمضان ولادي بيحبوها. فعملت معاكم العيش الشامي الجميل دوت. برضو بحطه في اكياس في الفريزر حتى لو هو دافي، واطلع منه مش بسخنه، بطلع قبلها بنص ساعة بيكون فك، بيبقى رائع. عملت معاكم الفول المدمس بكل تكاته وحركاته، هيطلع معاكي زلابية. وعملت معاكم العيش الطري الجميل ده. بصوا الجمال، بصوا الجمال ولا ريحته في منتهى الجمال. كل سنة وانتم طيبين. ما تنسوش طبعا لايك شير تفعيل جرس يوصلك مني كل جديد. واستنوا وصفاتي وفيديوهاتي في رمضان من ولايم وعزومات وكحك العيد والحاجات الحلوة بتاعتنا دي كلها. بتمنى منكم تتابعوني، بتمنى منكم تكتروا المشاهدات. بحبكم كلكم. كنت معاكم أماني من مطبخ مصرية. كل سنة وانتم طيبين وباي باي.